حنا كنتوتو السوق مولوع نجيب مولوع الطيور معروف قول لي عطاوني 60 درهم وما بغيتش نبيع عطاوني 60 درهم. مرحبا خويا خذ راحتك. مرحبا السلام عليكم. بعد اخويا طارق مرحبا بك معنا اليوم عاوتاني في السوق السبت ديال تماره كيما ديما. هذا خويا البراهمه كما تنقولوا، هذا من اجود انواع اللحوم ديال الدجاج ومن الانواع الفاخره ديال الدجاج. هذا النوع اخويا البراهمه زيد عنده الا بغيتي تشوفوا مزيان اخويا طارق. كما قلت لك هذا خويا كيتسمى البراهمه، هذا من اجود انواع اللحوم اللي معروفه بالنسبه للناس اللي عندها الكوليسترول ولا الدهنيات ولا داك الشيء. بالنسبه لهذا اللحم هذا من اجود انواع اللحوم ديال الدجاج بالنسبه لذوك الناس. وبالنسبه للاثمنه ديالو شويه راه طالع في الثمن، يعني راه كيوصل حتى ل 700 درهم 800 درهم حتى ل 1200 درهم للجوج، يعني الكوبله يعني طالع في الثمن ديالو. وبالنسبه للبيض تبارك الله تيبيض مزيان، راه ما بين كيوصل ما بين 200 بيضه حتى ل 260 بيضه في العام الا ما قربتيش الدجاجه، يعني الا حبستي عليها تقراق راه تبيض تبارك الله. وبالنسبه للمناعه ديالو تبارك الله من اقوى المناعات ديال الدجاج بحال الفيومي، يعني عندك هذا النوع ديال البراهمه والفيومي من اقوى المناعات ديال الدجاج تبارك الله. كيستعمل واخا عنده الريش واخا هكا بهذا الشكل هذا كيتحمل السخونيه سبحان الله العظيم. وفي البروده عاوتاني كذلك هو مثال تيتحمل السخونيه والبروده اللهم بارك. هذا الشيء اللي كاين على الدجاج البراهمه، والاصل ديالو من اسيا او تيقولوا البرازيل، يعني المعلومه ولكن انواع ديال فيه ثلاثه ديال الانواع ديال الشكل، فيه حجر الواد وفيه الكحل وفيه الذهبي. بحال دابا هذا تيقولوا له حجر الواد هذا النوع هذا، وكاين فيه الكحل وكاين فيه الذهبي. هذا الشيء اللي كاين في الانواع. وحتى في الطول ديالو راه مازال تيزيد يعلى. هاد الجوج هادو راه قصيورين دابا باللي كتشوف فيهم دابا هكا راه مازالين قصيورين، راه ممكن تيوصل العلو ديالو حتى لهنايا. وبالنسبه للوزن اخويا طارق راه كيوصل حتى ل 8 كيلو 9 ديال الكيلو تبارك الله. الا بقى التهلق المقابله راه كيدير الوزن تبارك الله. هذا الشيء اللي كاين. وكاين الخيرات موجوده هنا في السوق السبت ماشي غير البراهمه، كاين الحمام كاين الفراخ كاين الطيور كاين كل شيء تبارك الله. علاش يعني الثمن ديالو زايد على الثمن ديال كما قلت يعني في مواد يعني حيت من اجود انواع اللحوم كما قلت لك، يعني اللحم ديالو ما فيهش الدهنيات ما فيهش الكوليسترول بالنسبه للناس اللي عندها القلب وامراض يعني ديال السكري وداك الشيء تبارك الله. هذا من اللحم مزيان لهم. وحتى في الا بغيتي طاوسي حتى السيمانه الاخرى واجي تاخذ طاوسي مرحبا. وحتى بالنسبه للوجوده هذا النوع هذا قليل، يعني ما حيت ما كاينش بزاف داك الشيء علاش اخويا طارق طالع في الثمن. وباقي دابا راه مازال دابا راه طايح، يعني بالنسبه لهذه ب 700 درهم راه طايحه في الثمن. راه واحد الوقت راه كيوصل حتى ل 1200 درهم 1500 درهم. هذا النوع هذا مازال هادو راه مولاهم راه غير حيت مولوع وكساب طالب فيهم ب 700 درهم. ما كون جيتي مع بياع وشري راه تاخذهم ب 1000 1500 درهم. هذا الشيء اللي كاين. مرحبا اخويا على الحمام والطيور وداك الشيء. مرحبا اخويا طارق، انا راه كاين الخير موجود. اسمح لينا عمي اسمح لينا. انا اخويا طارق راه كاين ديال الزينه وكاين ديال الولاعه وكل شيء. هادو ضفرات مخلطين 100 درهم للجوجه، يعني بحساب 50 درهم للبياسه. فيهم الفواياجور وفيهم العادي. وعندنا عاوتاني هنا ضفرات مخلطين، هنا راه فيهم النصاصي اخويا طارق. هادو هما اللهم بارك وزيد في ذلك. هادو راه النصاصيين اللهم بارك. هادو 80 درهم للبياسه بحساب 160 درهم للجوجه. الحمام ديال الزينه هادو غير ديال الولاعه والتواكل اللي عنده مثلا الوليدات كيبغي يفرخ الوليدات يعطيهم البياسه اللي تهلا فيهم تعطيهم هاد البياسات هادو. كذلك هو مثال حتى هادو نصاصيين. يا سي عبد العزيز يعني امورك شي مزيان. هادو نصاصيين بجوج بهم هادي نتيوه اللهم بارك. انا اخويا طارق شحال تقول فيهم دابا هادوك اخويا عبد العزيز بجوج بهم؟ فيهم 150 درهم. 150 درهم ثمن مناسب، يعني حتى الثمن اخويا طارق راه طاح بزاف. يعني هاد البياسات العلف اخويا العلف كلشي تزاد الماكله كلشي تزاد اخي طارق. العلف هذا الشيء العلف وكثرة الولاعه من ناحيه العلف ولا كلشي زايد، يعني ماشي دوبل تريبل. يعني حاجه ديال 6 دراهم ولات ب 20 درهم، حاجه ديال 10 دراهم ولات ب 25 درهم. الترونسبور مثلا البيع والشراء الا غيجيب السلعه راه تيجي راه تيخسر، هو تيخسر على المصاريف. الولاعه كثرت ولا كلشي باغي
يربي، كلشي باغي عنده الحمام، كلشي باغي الفراخ، كلشي هادشي بزاف ديال العوامل اخويا طارق اللي دخلت في هادشي ديال الغلا. مرحبا اخويا طارق، مرحبا. راه عندي من العيش تبارك الله، عندنا شي طيور وعندنا شي حميمات تبارك الله من داك الشرفع اخويا طارق. ها هما هاد الزوجه هادي ها هي كتسوى 600 درهم هادي هي، شي حاجه واجده من داك الشيء الرفيع. اللهم بارك. انا اخويا طارق المهدي هذا حمام ديال الزينه اخويا طارق. هادو راه باقيين وليدات، هادو راه باقيين شنيبرات كما تنقولوا، باقيين يلاه بادين في الوجوده وساويين دابا 600 درهم. يعني من غادي توجد وتبدا توكل وبدا تفرخ يعني دير الثمن. عندنا هنايا هذا من الخينيسي، هذا ذكير هذا ديال الخينيسي، هذا تيسوى الثمن ديالو 100 درهم. هذا بالنسبه للناس المولوعين. هذه غير عاديه، هي حتى هي باقيه شنيبير، حتى هي باقا اوليد حتى هي. هذه الثمن ديالها 100 درهم. هادو هادو غير ديال الزينه خويا طارق وديال الخدمه. بالنسبه للزينه للديكور والخدمه، بحالاش الخدمه؟ ما معنى الخدمه؟ الخدمه هو انك تكون مثلا عندك شي يكبر الوليدات دغيا ويتهلا فيهم دغيا ويوجدهم دغيا، كيعطي البيض ديال هادوك تيخشيهم لهادو. ملي كيفقس داك الشيء هذا تبارك الله كيقابل مزيان. يعني هذا النوع هذا تيقابل مزيان، تيتهلا في الوليدات. كلشي اللي عطيتيه غيكبروا لك. تعطي الوليدات ديال البيروش، تعطي وليدات ديال الكالوبسات، تعطي وليدات ديال الكنار موقنين، تعطيو ليه تبارك الله غيتهلا لك في الوليدات وغيكبرهم لك يطلعهم لك من داك الشيء الرفيع. وحتى الثمن ديالهم راه ما غاليش، يعني تدير 30 درهم للبياسه، يعني بحساب 60 درهم للجوج. كانت كدير 100 درهم 120 درهم للبياسه فاش كان العلف طايح الثمن، فاش كانت باقا البيع شوفني. دابا ملي طلع العلف الثمن نقصات شويه في الثمن ديال هذا الشيء اللي كاين. عندنا هنا الكالوبسات، هادو الكالوبسات هادو فراخ ديال الدريساج. هادو تبارك الله كيتدريساو كما قلت لك، راه ممكن تعلقوا فوق ظهرك. هذا تجبدوا مثلا تحطوا فوق كتافك يطلع لك فوق كتافك. كاين اللي كيكون كاع تدربوا تيبدا يطير يمشي على برا ويولي يرجع لعندك، فهمتيني؟ كيتدريساو مزيان وكيديروا حتى الطيران الحر كما قال الاخ. الثمن اللي مدريسي راه كيبدا من 1000 درهم حتى ل 2000 درهم على حسب. كل ما تدريسها مزيان كل ما كان شي حاجه دم راه كتكون طالعه في الثمن. يعني شي حاجه تكون بحال مثلا بزاف الالبينو مثلا، كاين داك النوع بحال هذا ديال الالبينو، راه البياسه العيانه بياسه وحده كدير 600 درهم 700 درهم غير نتيوا. بالك الذكر اللي كيكون خدام عايش مزيان توصل حتى 900 درهم 1000 درهم. ولا دريسيتيه مزيان وطلع مزيان بخصوص الالبينو تبارك الله تدريسها دغيا وكيطلع دغيا راه كتوصل حتى ل 2500 درهم. يعني راه تيطلعوا في الثمن هادو بزاف. عند هادو بحالهم بحال الاخرين الزبره، هادوك بحال غير هادوك بلون، هادوك كيكونوا دياموندي وتخليطه. يعني بحال ثمن بحال 30 25 درهم. حتى هادو ديال الخدمه هادو. يعني بغيتي تخدم الوليدات، بغيتي تطلع الوليدات تفرخهم، الولاد ديال البيض ديال الكنار، البيض ديال الموقنين، البيض ديال الكالوبسات، البيض ديال جميع انواع الطيور. هذا الزبره هذا ما تيعيفهمش، فهمتيني؟ يعني واخا تلقى الولاد ماشي ولادو، تبارك الله تيتهلا فيهم، ما كيعيفش الوليدات، فهمتيني؟ وكيتهلا تبارك الله وكيطلعهم دغيا. هادشي اللي كاين اخويا طارق. راه كاين الخير موجود. راه عندنا حتى الكنار هنا عاوتاني، شي وليدات ديال الكنار هادو راه فيهم الذكوره فيهم النتاوي. اللهم بارك وزيد في ذلك. الثمن طاح بزاف كاع صاحبي، الثمن طاح لواحد الدرجه ما تتصورش. تخيل الكنار من 300 400 درهم حتى ولا داير 100 درهم 80 درهم حتى 60 درهم كاع. يعني راه طاح بزاف اخي طارق، ماشي غير شي شويه، ماشي غير هذا النوع ديال الكنار، جميع انواع ديال الكنار كلها طاحت في الثمن. ماشي غير الكنار بوحديتو، جميع انواع الطيور طاحت في الثمن، فهمتينا اخويا طارق؟ بحال دابا هاد لي سيطرون هادو دابا مثلا، هادو كانوا كيديروا 300 350 درهم ما داويش، يعني ما مغني ما والو. غتجيبو يلاه غدريسي يلاه كتطلق له الموسيقى يلاه كتشري ب 300 درهم. دابا راه مغني داوي وكل شيء كتاخذو ب 150 درهم 200 درهم. يعني النتيوه كنتي كتاخذ نتيوه ب 150 درهم 180 درهم باش تخدمها، دابا ولات النتيوه كدير 30 درهم 60 درهم. يعني الثمن ماشي طاح بالنص، طاح بالتريبل.
يعني من 300 درهم ل 100 درهم، يعني راه طاح منه جوج في النص، يعني راه ما بقى ما يدير. بحال الهوغو مثلا فينا هما نشوفوا لا عندنا هنا شي حاجه ديال الهوغو، ما عندي ها هو الهوغو هذا دابا مثلا الهوغو هذا كان تيدير 300 400 درهم، دابا ولا واصل 75 درهم 100 درهم، وكان واصل حتى ل 1000 درهم كوبله جوجه، يعني 1300 درهم الكوبله كانت كدار هذا الهوغو، ودابا ولات كدير 75 درهم. تخيل البياسه باش طيح من 1000 درهم ل 75 درهم راه ما بقى والو، فهمتيني بزاف. ولي بيروش لي بيروش تا هما مثلا كنتي كتاخذ جوجه ب 120 درهم ب 150 درهم، دابا ولا داير 30 درهم للحبه، وإلا زيرتي على البياع والشراء يقدر يبيعهم ب 25 20 درهم الحبه. يعني زوان وكثرت الولاعه صاحبي، مازال شحال هذا الشيء هذا كانوا الله يستر عليك، فهمتيني شحال هذا كانت الناس اللي مولعه هي اللي كتعرف لهذا الشيء، دابا راه ولا غير من هبه ودب اخي، بمعنى اصح متطفلين، ولا ما عنده ما كيعرف والو، كيشري قفز وكالات كذا تفرخ ليه صافي، زاد عنده سلعه خرج بيع باش ما كان، ونسى المولوع اللي كيتهلا، نسى المولوع اللي كيعطي الدواء، نسى المولوع اللي كيباقي، نسى المولوع، فهمتيني راه كاين فرق. راه داك المتطفل اخويا الطريق راه هو اللي هرس هذا الشيء هذا، الناس اللي ما عارفينش في الميدان، يعني باش نجيب قفز غيخسر عليه زوان والله يجعل البركه، ولكن المولوع اللي هو مولوع راه كيخسر زوان، دواء، مقابله، بزاف تنقيه، مصاريف. ما فيها باس. رسالتي الاخيره اخويا للناس ديال الطيور، رسالتي للناس هذاك الشيء اللي كاين. رسالتي الاخرى اخويا طارق، نتمنى ربي يرفع علينا هذا البلاء هذا، لان هذا الشيء ديال الغلاء راه بلاء يعني بزاف الناس تقهرات، ماشي غير من ناحيه الطيور، حتى من ناحيه المعيش اليومي، حتى الناس راه من ناحيه المعيش اليومي مقهوره. كتلقى بحال دابا مثلا لاجون سيكوريتي واللي غير عساس واللي خدام على قد الحال راه ما بقى كيوصل حتى شي حاجه، 2500 درهم ما بقاش تضرب ليه حتى سيمانه، فما بالك اللي خدام مسكين طالب معاش وكيصور 1600 ريال ولا 1000 ريال ما عندها ما دير له. بزاف ديال الا جيت غنقول رساله راه بزاف د الرسائل. الله يصاوب. صراحه الله الجوله معاك جميله. مرحبا بك اخويا طارق. مرحبا بك اخويا طارق، في اي وقت انا متاح، انا موجود ونعطي خويا المعلومات اللي بغا، ومرحبا بالمشاهدين ديالك معنا في اي وقت، وبغاو تابوناو معنا مرحبا بهم. القناه ديالي اسم ديالها عجائب ناجي، قناه عجائب ناجي.